الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الله لمن حمده.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فلم تغن عنكم فئتكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله لمن حمده الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله لمن حمده.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن
الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله
بآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله
يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم
أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله سمع الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نسألك اللهم نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا والمعاصي ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وخلصنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر. اللهم ادخلنا الجنة جنة الفردوس اللهم ادخلنا الجنة جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع عباداتنا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم خذنا لطاعتك يا رب العالمين واعصمنا من معصيتك يا أكرم الأكرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان
اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم تقبل جهودنا في هذا المقام من غير رياء وسمعة. اللهم تقبل جهودنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائدنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف والدتي فإنها مريضة، اللهم اشف والدتي فإنها مريضة. اللهم اشف كل من ابتلي بالمرض يا رب العالمين، شفاء لا يغادر سقما يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجعلهم على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا سميع الدعاء. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بلادهم. اللهم احفظ المسلمين في جميع بلدانك يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ندعو لك بأسمائك يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনারা তারাবি নামাজটা আজকে দেখছেন লন্ডনের দারুল উম্মাহ মসজিদ থেকে। প্লিজ আপনারা লাইভটা শেয়ার করে দিবা। আপনারা শেয়ার করলে যত মানুষে এই তিলাওয়াত শুনবা ইনশাআল্লাহ আপনারা সওয়াব পাইবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করেন, যে ব্যক্তি কোরআন শুনেন প্রত্যেকে সওয়াব পায় সুবহানাল্লাহ 10টা করে। আর রমাদানের লগি 170 সুবহানাল্লাহ 70 থেকে স্টার্ট হয়ে 700 গুণ। আল্লাহু আকবার। কাউকে আমরা বেশি বেশি করে নিজে তিলাওয়াত করি। আর এই মাসে কোরআন নাজিল হইছে, আর এই মাস হল কি রমাদান মাস, আর এই মাসে জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়, আর এই মাসে জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ। আল্লাহু আকবার। আপনারা যদি কোনো মানুষের যদি ও গরো সোনা আছে, ডায়মন্ড আছে, আর এই গরোর দরজা সকলটি খোলা, আপনি কিন্তু এই গরো ঢুকতে নাই নাকি সোনা ডায়মন্ড আনবার লাগি ফ্রি আপনারা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহু আকবার। তাহলে এই রমাদানও আল্লাহ কইরা আপনি বেশি বেশি করে আল্লাহ গেছে জান্নাত চৌকা, জাহান্নাম থেকে ফানা চৌকা। আর এই মাসে আল্লাহ কইরা জান্নাতের সবটি দরজা খোলা। আল্লাহু আকবার। কাউকে আমরা নিজে আল্লাহ থেকে জান্নাত চাই আর জাহান্নাম থেকে ফানা চাই। জাযাকাল্লাহ খাইরান। অনেকে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লেখা। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আহমদ জুনাইদ ভাই আপনি সুবহানাল্লাহ লেখছেন। যেত মানুষ এই সুবহানাল্লাহ পড়বা আপনি এটার সওয়াব পাইবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছেন যে ব্যক্তি এই সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার এই তাসবিহ পড়বা, আসমানের নিচে জমিনের উপরে যত খালি জায়গা আছে আল্লাহ নেকি দিয়ে বইরা দিন। আল্লাহু আকবার। ফাতিমা তালুকদার লেখছেন। আল্লাহু আকবার। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আপনারে আরও যেত ভাই বোনের হলে আপনারা দেখছেন লাইভটা শেয়ার করে দিবা। আপনারা শেয়ারের কারণে যেত মানুষ তিলাওয়াত শুনবা সওয়াব পাইবা। আর বেশি করে আল্লাহর কাছে জিকির করবা আর জান্নাত চাইবা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাহ ওয়া আউযু বিকা মিনান নার। যে মানুষে এই দোয়া 3 বার করবা জান্নাতের রিকোয়েস্ট করবা, আল্লাহ তান্ডে জান্নাত দিলেও কা জাহান্নামের রিকোয়েস্ট করবা, আল্লাহ তান্ডে জাহান্নাম থেকে মাফ করে দুকা। আজকে নামাজ পড়বার আগে ইমাম সাহেব কইছেন এই মসজিদও একটা ছোট বাচ্চা এটা মাত্র 5 বছরের বাচ্চা, গতকালকে গুমর মাঝে এই বাচ্চাটা মারা গেছেন, মাত্র 5 বছরের বাচ্চা। চিন্তা করেন আপনি, আমি যারা লাইভ দেখলাম অনেকের 20 বছর 30 বছর 40 বছর 50 বছর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু 5 বছরের বাচ্চা বুড়া খালো একজন বয়স্ক চাচা থান একটা বাচ্চা জন্ম হয়েছিল মাত্র 5 বছর। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করানি গতকালকে রাতকে ঘুমের মাঝে বাচ্চাটা মারা গেছে, কোনো বেমার না, শরীর সুস্থ অবস্থায়। দোয়া করবা আল্লাহ জানো এই বাচ্চা তো অলরেডি জান্নাত আছে, আল্লাহ জান তার মা বাপের সবুর দান করুন, আর এই বাচ্চার উসিলা যেন আল্লাহ মা বাপ সহ সকলকে আল্লাহ মাফ করে দিন। সুবহানাল্লাহ। খাস করে দোয়া করবা। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? ভালো আছেন আপনি? আজকে দিন ইমাম সাহেব কইলা 5 বছরের একটা বাচ্চা মারা গেছে, আপনার শুনে কিলা লাগলো? খুব আফসোস লাগছে, দুঃখ লাগছে। আল্লাহ বাচ্চারে মা বাপকে শান্তি দিও। আমিন। আমরাও দোয়া করি সকল বাচ্চা সেই সালামায় বাচ্চা মা বাপ বুঝে তা করলাম। আমিন আমিন। জাযাকাল্লাহ। চিন্তা করে দেখানি মাত্র 5 বছরের বাচ্চা
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ কোরআনও কইছেন ইন্না কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, আমরা প্রত্যেকে মরণের স্বাদ গ্রহণ করা লাগবো। বাট খার কোন সময় মৌত হইব কীভাবে জানি না। আপনি আমি যেন এখনও রমাদানও বাঁচিয়ে আছি, এই 5 বছরের বাচ্চা সুবহানাল্লাহ এই মসজিদে আইসে, খেলাধুলা করছে, পড়ালেখা করছে, আজকে কিন্তু গতকালকে বাচ্চাটা মারা গেছে। চিন্তা করানি মাত্র 5 বছর, সুবহানাল্লাহ। আপনি আমি দুনিয়াত কত বছর বাঁচছি, রমাদান পাইছি, আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি। আউকা এই রমাদানের প্রথম শুক্রবারে 6 জনের জানাজা পড়ছি ইসলামের মসজিদও। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। চিন্তা করে দেখলানি প্রতিদিন জানাজা ওর, প্রতিদিন মানুষ মাররা। আপনি আমি দিন এখনো বাঁচিয়ে আছি, ওকে আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যেন আমরা বেশি বেশি করে নেক আমল করার তৌফিক দেন, বালা রাখুন। আত্মীয় স্বজনের লগে যদি সম্পর্ক খারাপ থাকে প্লিজ সম্পর্কটা মিঠাইয়া দিলেও কা। আপনারা যদি কোনো দুঃখ দিয়া থাকে, কষ্ট দিয়া থাকে, আপনি তারে মাফ করে দিলেও কা। আর আপনি যদি কষ্ট দুঃখ দিয়া থাকেন, আপনি তার কাছে মাফ চাইলেও কা। কারণ আগামীকাল বাঁচবা কিনা না কোনো গ্যারান্টি নাই। একটা মেসেজ দিয়া হইলেও কা বলে ভাই কিংবা বোন কিংবা চাচা কিংবা বাপ কিংবা মা আমারে মাফ করে দিলেও কা। যদি থাইন মাফ করেন না থাইন দায়ী হইবা, বাট আপনি মাফি চাইলেও কা। কারণ আপনি যদি মৌত হয়ে যায় তখন আরো জনে গিয়া মাফি চাইলে খামাইতো না, কিন্তু আপনার গুণা আপনি রং করছেন আরো জনে জানেন না। তাওকে আমরা আল্লাহর কাছে মাফি চাই প্রথমে, আর আপনি আরো জনে মাফ করে দিবা। লাভ হইব কি? তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছেন কোনো ব্যক্তি যদি আরো ব্যক্তিরে কোনো তার বাইরে বইন্ডে যদি না জিকাইয়া মাফ করে দিন সুবহানাল্লাহ, তাহলে না তার আফরকে মাফ করে দিন, ইনশাআল্লাহ বিশ্বাস করা যায় আল্লাহ কিয়ামত দিন আপনারে আমারে মাফ করে দিবা। ওকে আমরা গেছে আল্লাহ গেছে মাফি চাই পাই, আর আরো ভাই বন্ধুরে মাফ করে দেই, অন্য বন্ধুরে, অন্য মা বাপরে, পরিচিত মানুষরে, ফ্রেন্ড বন্ধু আত্মীয় স্বজন সকলকে আমরা মাফ করে দিই। আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমরা মাফ করে দিবা। বালা থাকবা প্লিজ লাইভটা শেয়ার করে দিবা। আর দোয়ার মাঝে দোয়াটা আপনারা শুনবা, দেখবানে খলিজা ঠান্ডা হয়ে যাব। এই দোয়া যেন আল্লাহ কবুল করুন। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমরা এই যে আপনারা যে ফেজ সকল থেকে দেখরা প্রত্যেকটা লাগি দোয়া করবা, আল্লাহ যেন আমরা প্রত্যেকের বালা খাম করার সুযোগ দেন, তৌফিক দেন। জাযাকাল্লাহ খাইরান। দোয়া করবা সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক ইন্নাহুল গফুরুর রহিম। লাস্ট মেসেজটা আজকে এই মসজিদে ইমাম সাহেব ঘোষণা করছেন মাত্র 5 বছরের বাচ্চাটা মারা গেছে, মাত্র 5 বছর। ওখান তো আজকে চিন্তা করি ফটাটা খান জানো, চিন্তা করি ঘুমান জানো, চিন্তা করি একবার চিন্তা করেন জানো 5 বছর বাচ্চা যদি ঘুমের মাঝে মারা যাইতে পারে, কোনো বেমার নাই, কিচ্ছু নাই, আপনি আমি এখনো বাঁচিয়ে আছি। আমরা শুক্রিয়া আল্লাহর আদায় করতাম নি, আমরা আল্লাহর খাম বেশি করে করতাম কি করতাম না, একবার চিন্তা করবা। জাযাকাল্লাহ খাইরান। প্লিজ যদি ভালো লাগে লাইভটা কোরআন তিলাওয়াতুর লাইভ কিংবা কোনো বালা লাইভ আপনারা শেয়ার করে দিবা, নেকি ভাইবা। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর দোয়া করবা দারুল উম্মাহ মসজিদ সহ দুনিয়ার যত মসজিদ মাদারিস আছে, যত মানুষের খেদমত করা, সহযোগিতা করা, সাপোর্ট করা, আল্লাহ যেন প্রত্যেকের খেদমতের সাপোর্টে কবুল করেন। আপনার যার সুযোগ আছে মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তাঘাট বালা খামরে সাপোর্ট করবা। তার কারণ হইল কি মরার বাদে কিন্তু এই জিনিসটা আপনার খামাইব, আর কিচ্ছু খামাইতো না। 3 জিনিস খামায় মানুষ মারা গেলে, একটা হইল কি ওয়ালাদে সালিহিন নেক আওলাদ, আর একটা হইল কি যদি মসজিদ মাদ্রাসা রাস্তাঘাট থইয়া যায় এটা খামাইব। বাইক ছবিটা নেই জি আমি লাইভ আছে সিলেটি অনলাইন, ও দেখি লোক সিলেটি অনলাইন। আসসালাম, ভালো আছেন আপনি? নাম কি আপনার? রাকিব ভাই। ভালো আছে? কোন জায়গায় বাড়ি? নোয়াখালীতে বাড়ি। মাশাআল্লাহ। কিছু কইতানি মেসেজ দিলাম ইনশাআল্লাহ সবার জন্য দোয়া করবেন যাতে উম্মাহ ভালো থাকে। আমিন। দেখছেন ছোট্ট মেসেজ আর ভেরি পাওয়ারফুল মেসেজ। সবাই সবার জন্য দোয়া করুন, উম্মতের জন্য ভালো থাকে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন এই বাইরে কবুল করেন, আমরা প্রত্যেকের কবুল করেন। তো আমি যে মেসেজটা দেওয়াত আসলাম কিতাব আসলাম বলে গেছি মসজিদ মাদ্রাসা। আর থার্ড জিনিসটা হইল কি ইলিম যদি প্রচার করেন, যে মানুষ ইলিম শিক্ষা করবা, আর এই ইলিমটা প্রচার হইব কিয়ামত পর্যন্ত সব খাইবা। মনে রাখবা সিলেটি অনলাইনে ইউটিউবও হোকা, ফেসবুকও হোকা, আমরা কোনো মনিটাইজেশন অনলাইন আমরা টেকার লাগি ইতা করি, একমাত্র আল্লাহরে খুশি রাজি করার লাগি করি। কোরআন তিলাওয়াতটা কিংবা ইসলামর খাম দাওয়ার খামটা যাতে সমাজে বেশি করে প্রচার হয়, ও কারণে আমরা করি। সো আপনারা আমরা লগে থাকবা, আমরা লগে দোয়া করবা, আল্লাহ যেন আমরা কবুল করেন। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।